النفسية لهذا الزواج أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان مقبلا وكان يصنع للنبوة كان ناقصا في شخصه. نعم كان ناقصا قبل النبوة أتكلم. لماذا؟ لأنه لم يتربى في حضن أمه فكان كاملا صفاته الأخلاقية الجميلة، لكن حنان الأم لم ينله، ولذا عند الزواج كان لزاما أن يتزوج من امرأة فيها صفات الأمومة لا صفات النضج فقط، إنما صفات الأمومة. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ظهر من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقص حنان الأم لهذا تزوج خديجة رضي الله عنها. يقول: ظهر من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ناقص حنان الأم لهذا تزوج خديجة رضي الله عنها، فما رأيكم بمن يقول هذا القول؟ خديجة تقول مقام أمه، ما هذا كلام إنسان ما يفهم. تزوج خديجة كغيره من الرجال يتزوجون النساء، والله أباح ذلك، أباح هذا للرجال، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، ما تزوجها علشان تعوض عن أمه، من قال هذا؟ نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، لو أمك معك، لو أمك حية ومعك وحانة عليك خلي الزواج، هذا منطق.